لو عندِك بقى بلح ناشف باقي من رمضان، تعالي أقول لِك بقى قبل ما يبوظ كده عندِك، تعالي أقول لِك هنعمل بيه وصفة جميلة جدًا كلنا بنحبها، هنعمل بيه العجوة، هنعملها العجوة بطريقة سهلة وبسيطة تطلع معاكِ طرية وحاجة كده قمر قمر، شايفة الجمال؟ طرية وجميلة جدًا جدًا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم، لو أول مرة بقى بتتفرجوا عليَّ يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. هنجيب كده البلح، طبعًا البلح ده كله نضيف ما شاء الله وحلو أوي، هاغسله بقى كويس جدًا جدًا. أهم حاجة إن أنا أغسله كويس أوي وأنزّل أي رمل بقى، أي تراب، أي حاجة فيه كده، واغسله كويس خالص، ماشي، هاجيب بقى معايا حلة فيها مَيّة مغلية كده، وهاروح ماسكة البلح كده وحاطاه فيها كلّه مرّة واحدة، وهاغطّي عليه وهاسيب البلح حوالي نُص ساعة بالضبط، بالضبط، هالاقي بقى البلحة معايا طِرَت كده خالص، وهاغطّي عليه طبعًا عشان البخار بتاعها المَيّة تحتفظ بالبخار بتاعها كده، والبلح يطرى معايا ويبقى حلو أوي، بس شايفة البلحة طِرَت إزاي؟ هاصفّي بقى المَيّة دي كلّها وبعد كده بقى هامسك البلح أشطفه وأبدأ بقى أنزّل كل البذر بقى اللي فيه ده أشيله منه، وأشيل الحاجات اللي فيه كده، وأبدأ بقى أقول لكم هاعمل فيه إزاي بطريقة سهلة أوي وبسيطة جدًا، جدًا. هابدأ بقى كده أفصفص البلح كله كده، لو سهل معاكِ بإيدِك تمام، مش سهل هاتي السكينة واعملي بالسكينة، يعني البلحاية اللي تلاقيها معاكِ ناشفة اعمليها بالسكينة، بس هافصفصه بقى كله كده بالطريقة اللي أنتِ شايفاها دي، وبعد كده بقى هاجيب معايا الكبة أو الخلاط، أنا باحب أعمله في الكبة ويا ريت لو الكبة بتاعتِك كبيرة هيكون أفضل بقى تعمليه مرة واحدة، بعد كده بقى هتضربيه في الكبة كويس أوي، لو الكبة بتاعتِك كبيرة حطي المَيّة معاها وأنتِ بتضربيه، مش كبيرة زي بتاعتي كده مش هينفع أحط مَيّة، هافرمه كويس وبعد كده بقى هاحط المَيّة وأنا باسويه، بس هافرم بقى كل الكمية دي، طريقة سهلة أوي، أوي، وحلوة جدًا، جدًا. انتظروني بقى الفيديوهات الجاية إن شاء الله بقى هاعمل معاكم برضه فيديوهات كلّها خاصة بالبلح، هنعمل كمان حاجات جميلة أوي للبلح برضه. هنا بقى فرمت كل الكمية كده كنت فرمتها خلاص، هانزل عليها بقى كده بكوباية مَيّة كبيرة، تمام، وبعد كده بقى بعد برضه ما أنزل عليها بكوباية مَيّة كبيرة معلقتين زيت كمان، بس معلقتين زيت كده عشان يلمعوها ويسهّلوا ويخلّوها تسيح وتبقى سهلة في السيحان، أو ممكن معلقتين سمنة بس أنا هاحط السمنة بقى في الآخر عشان يبقى ريحتها حلوة كده. بس بعد كده بقى هافضل أقلِّب كتير أوي، طبعًا ما اكذبش عليكم إن هي بتاخد وقت كتير في التقليب، هنقلِّب كتير على نار هادية كده، ونبدأ بقى نقلِّب كده، نقلِّب كويس أوي، كل ما تفرمي العجوة بتاعتِك كويس، وتكوني طرّيتِ البلح كل ما هتبقى سهلة معاكِ، هتفضلي تقلِّبي، تقلِّبي بقى كده، بس هانزل بقى بمعلقتين سمنة كبار، ولو عايزة تحطي سمسم بتحبيه أو أي نوع مكسرات حطيها، مش عايزة خلاص بقى براحتك، هابدأ برضه أقلِّب كمان كتير أوي لحد بقى ما تدّيني قوام والطعم اللي أنا عايزاه. شايفة الجمال؟ شايفة لمعتها بقى كده بتلمع كده زي الدهب، بس خلاص أنا بقى حبيتها تكون مش أكتر من كده، لو أنتِ برضه عايزة تفرميها زي ما باقول لِك في الكبة بتاعتِك أكتر هيبقى أفضل معاكِ، بس أنا الكبة بتاعتي فرمتها لي بقى بالنتيجة دي بس، بس شايفة بقى الجمال؟ كانت طرية جدًا، جدًا، أنتِ بقى تعملي بيها قراص، تعملي بيها بقى قراقيش، تعمليها بقى بالسمنة كده والسمسم أو تعمليها بالبيض، حلو أوي، أوي، جربوها وإن شاء الله تعجبكم، تعبيها بقى كده في أكياس تحطها في الفريزر هتنفع معاكِ بقى تطلعيها بقى زي ما باقول لِك كده تستخدميها لأي حاجة. حلو أوي، أوي. شايفة الجمال والطراوة؟ طرية جدًا، جدًا. زي ما قُلت لكم بقى انتظروني الفيديو الجاي، إن شاء الله هاعمل لكم برضه وصفات كتير للبلح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.